بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الليلي في هذه الليالي المباركات، ليالي رمضان. هذه هي الليلة، ليلة 15 من شهر رمضان المبارك لعام 1443 للسنة النبوية، للهجرة النبوية المباركة. مشاهدي الأكارم، عنوان هذه الحلقة: تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ترى لماذا هذه الخيرية تعلقت بتعجيل الفطر المحبب إلى الناس وتأخير السحور الذي فيه ربما بعض المشقة للناس؟ ما السر في ذلك؟ السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، فإذا كان كتاب الله عز وجل يأتي في المصدر الأول، فالسنة النبوية الشريفة تأتي في المصدر الثاني، ثم بعد ذلك يأتي الإجماع والقياس وبقية المصادر التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. مشاهدي الأكارم، في هذه الحلقة سنتناول عن أهمية اتباع السنة النبوية وما أعده الله عز وجل من الأجر والثواب لمن أحياها وعمل بها ودعا إليها وصبر على الأذى فيها. جاءت نصوص الكتاب والسنة تحث على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وسنتي. كما قال عليه الصلاة والسلام مؤكدا حجية السنة النبوية، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إلى غير ذلك من النصوص الشرعية التي تحث على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان، الضيف الدائم والداعية والباحث في القرن الأفريقي المعروف. كذلك نرحب بفضيلة الشيخ محمد عبد الله محمد سعيد الجبرتي. ويبدو أن الكنترول لم يجهز لنا ضيفا من خارج الاستوديو، فعلى كل حال نكرر الترحيب بكم مشاهدي الأكارم، فأنتم ضيوفنا هذه الليلة، ولعلكم تساهمون معنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر الفيس أو الاتصال الهاتفي في قناة سلام الرقم المعروف. ونبدأ الحوار على بركة الله. نقول للشيخ حسن سلمان: ما مكانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. في البدء حقيقة أولا نترحم في هذا اليوم المبارك على شهداء الأقصى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جرحاهم وأن ينصرهم على عدوهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك هم في رباط عظيم وفي دفاع عن الأمة وعن مقدساتها، ويستحقون المناصرة والتأييد من كل أمة الإسلام، فالواجب لا يقتصر عليهم حقيقة، وإن كان قد خذلهم الخاذلون وتخلى عنهم كثير من الناس، لكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، فالتحية لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم ويعينهم ويوفقهم ويسددهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة منزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها في التشريع الإسلامي، لا شك بأن مما علمه المسلمون وساروا عليه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو استنادهم إلى الوحي المنزل، سواء كان وحيا متلوا متعبد بتلاوته، أو كان وحيا غير متعبد بتلاوته ولكنه أيضا مأمورين باتباعه والالتزام به. فالأول هو القرآن الكريم الوحي المتعبد بتلاوته، والثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة حقيقة لم تكن فيها إشكالية كبيرة بالنسبة لواقع الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا متوافرين حول النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأمر عندهم قال الله قال رسوله، لم تكن كما للأسف الشديد نلاحظها الآن بعد مرور يعني قرون من البعثة النبوية، يثور الجدل حول منزلة السنة ومكانتها في التشريع إلى غير ذلك. ولكن كان الصحابة رضوان الله عليهم يدركون بأن كل ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت عندهم فإن ذلك من الوحي المأمورين باتباعه. فإذا كان القرآن الكريم يعني يدل في أكثر من آية على وجوب اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب ملازمته، ووجوب السير على هداه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كتاب أنزلناه، يعني يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب قضية بيان ما أنزل إلى الناس، لتبين لهم ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمنزلة السنة من الكتاب هو أن يأتي الكتاب مجملا فتبينه، ويأتي مطلقا فيمكن للسنة أن تقيده، ويأتي أحيانا غامضا فتفسره. هذه طريقة على كل أو ما تقوم به السنة، فهي مفسرة وهي مبينة وهي مفصلة وهي موضحة. ويمكن أيضا أن تكون أحيانا تأتي بتشريع يعني مستقل، لم يكن حتى له مثلا أصل واضح، قد يكون له أصل إجمالي ولكن قد لا يكون هنالك تفصيل. فعلى كل منزلة السنة بالنسبة للكتاب هي بالواقع المعاصر إنجاز التعبير أشبه ما تكون بمنزلة القوانين من الدساتير. تأتي الدساتير بكليات أحيانا كليات كبيرة وتثبت حقوق كبيرة، ولكن تجد كل قاعدة دستورية لا بد أن تفصل في شكل قوانين مفصلة. هكذا معروف الآن في كليات الحقوق وكليات القانون، تدرس بأن والله أي قاعدة دستورية لا بد لها من تفصيل قانوني حتى تستطيع أن تطبق أنت. فمثلا الآن لو نظرنا إلى القرآن الكريم أمر بالصلوات، قال وأقيموا الصلاة، ولكن ستلاحظ بأن تفصيل هذه الصلاة لا تجدها إلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي من يريد أن ينحي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصعب عليه أن يؤدي الصلاة على وجهها الصحيح الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها. كذلك الزكاة كيف تؤدى وفي أي الأوقات تؤدى وما هي المقادير ستجدها أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي أي محاولة لعزل سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن الكريم فإنما هذا يؤدي إلى خلل
من حيث أن هذا الكتاب لا يمكن أن يعني تأخذه كما أنزله الله سبحانه وتعالى وكما أمر أن يطبق، لأن التطبيق والبيان والتفصيل مناط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القرآن فيه نعم أيضا بيان، لكن هنالك بيان نبوي، وهذا الأمر لا بد أن يراعى. وبالتالي هذه هي منزلة بل منهم من لا يرى من الأصوليين من لا يرى بالقول بأن نقول والله المصدر الأول هو القرآن والمصدر الثاني هو السنة. منهم من يقول المصدر الأول هو الوحي كتابا وسنة، المصدر الثاني هو كذا. وربما هذه حتى يجتنبوا قضية إنه التراتب، هذا التراتب يقولوا هي كلها وحي. وبالتالي علينا أن نعمل على تجميع ما هو وارد عن في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نخرج بعد ذلك بالفهم الصحيح. ولعل هذا ربما من الوجهات القوية جدا في الرؤية الأصولية. هل السنة محفوظة كما أن الكتاب محفوظ؟ الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والحفظ بطبيعة الحال يكون حفظ في الألفاظ، وكذلك حفظ في التطبيق. يعني لا يمكن أن يكون هنالك نص قرآني وتطبيقه والعمل به يكون مثلا طريقة التنزيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النص محفوظ والتطبيق غير محفوظ. هذا لا يمكن أن يكون. وبالتالي سواء قلنا بأن لفظة الذكر متضمنة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي حفظت السنة كما حفظ القرآن، أو قلنا بأن القرآن محفوظ وبيانه كذلك أيضا بطريقة اللزوم أيضا محفوظ، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك محفوظة. وقد قيض الله سبحانه وتعالى لها رجال من ما يعرفون بعلم الحديث وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى مدونة هذه السنة وواضح فيها يعني مراتبها ودرجاتها وطريقة العمل بها. ولكن ربما يسأل سائل لماذا والله كان القرآن الكريم محفوظا حفظا من الله سبحانه وتعالى بشكل لا يختلف فيه اثنان، بينما السنة فيها ما يمكن أن نقول عنه هذا صحيح وهذا ضعيف. هذه المسألة سبحان الله ربما لا يلتفت إليها إلا من أدرك يعني مرادات الله سبحانه وتعالى في طريقة العمل بالدين. فمثلا في السابقين كان حتى القرآن متروك، حتى كتبهم الأساسية متروك حفظها للعلماء بما استحفظوا من كتاب الله. لكن في رسالتنا، في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أصل الكتاب محفوظ بإيه؟ محفوظ من الله سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه لا النسيان ولا الخطأ ولا أي شكل من أشكال التشكيك فيه، ولكن تركت مسألة البيان لأن تكون هذه مساحة واسعة لأهل العلم. فكم من أناس سبحان الله قيضوا حياتهم وجردوا أيامهم ولياليهم لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخلون بهذا الباب، باب حفظ سنته عليه الصلاة والسلام والعمل عليها والاجتهاد فيها. فهذه لعلها واحدة من الحكم التي ترك الله سبحانه وتعالى. فكم من علماء من أهل الحديث ربما يكون سبحان الله ارتفع مقامهم بأن اجتهدوا في هذا النوع من الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل الخلاصة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة كما هو حفظ الكتاب العزيز، لأن لا يمكن أن نقول بأن هنالك آية في كتاب الله مطلوب منا أن نطبقها ولا يكون بيانها لا في القرآن ولا في السنة. يعني يلزم من حفظ القرآن حفظ السنة. نعم، حفظ السنة. طيب، أحسن الله إليك شيخ حسن وعبد الهادي. سمعنا من الشيخ حسن أهمية السنة ومكانتها في الإسلام، وأنها التشريع الثاني، أو أنها وحي منزل من عند الله تبارك وتعالى على القول الثاني. ما هو فضل اتباع السنة؟ من اتبع السنة النبوية في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ماذا يحصل من الأجر والثواب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن المتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يناله فضل عظيم
لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بين لنا هذا الأمر جليا واضحا في القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه السنوات التي قضاها في الدعوة إلى الله بين أن اتباعه هو الهدي وهو الخير. فالله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله. وهذه يسمونها إيش؟ آية الامتحان. آية الامتحان. امتحان، هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله، تدعون أنكم تحبون الله جل وعلا، فالمعيار والمحك لذلك هو: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا من يدعي أنه يحب الله جل وعلا لا بد أن يبرهن، لا بد أن يبين ويوضح. وأعظم دلالة على محبة الله جل وعلا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقنا في ذلك، ما هو الفضل الذي لنا في ذلك؟ قال الله جل وعلا: يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما أعظم من أن يحبنا الله جل وعلا ويغفر لنا ذنوبنا؟ محبة الله جل وعلا ومغفرة الله جل وعلا. ومن أحبه الله جل جلاله معناه أنه داخل الجنة لا محالة. هذا الأمر الأول. إذن عندنا المحبة من الله والمغفرة لذنوبنا. الأمر الثالث ذكر الله جل وعلا أيضا، قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وأكثر ما يبحث عنه الناس في هذه الدنيا الهداية. لذلك نحن 17 مرة في اليوم والليلة نقول: اهدنا الصراط المستقيم. من أراد هذه الهداية لا بد له من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن عندنا الهداية، وعندنا محبة الله، وعندنا مغفرة الذنوب. هذه أعظم ما ينالها العبد نتيجة لاتباعه وتأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام هي تتضمن الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفضائل قد لا تبحث عن أعظم من هذه الفضائل، كون الإنسان يدخل الجنة، وأنه سيكون مهديا، وأنه يكون محبوبا من الله جل وعلا، وأن يكون مغفورا له ذنبه. كوننا أننا نحب الله جل وعلا فهذا بديهي، ولكن أن يحبنا الله كما ورد في حديث حينما ينادي ربنا تبارك وتعالى جبريل، يقول: يا جبريل إني أحب فلانا. ولماذا أحبه الله جل وعلا؟ إلا لعمل عظيم مثل هذا، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبك جبريل. ثم ينزل جبريل بين ملائكة الرحمن يقول: يا ملائكة الرحمن إن الله جل وعلا يحب فلانا فأحبوه، فيوضع لهذا الإنسان القبول في الأرض. لذلك المتبعون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام على مدار التاريخ ستجد أن لهم قبولا لدى الناس. وأنا أعتقد أن هذا ناتج من محبة الله، ومحبة الله ناتجة لأنهم متأسين ومتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسنتم شيخ محمد عبد الله. مشاهدينا الأكارم، سنطرح سؤالا على الشيخ حسن سلمان بشأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما هذه الخيرية، ولماذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على اتباعها؟ كونوا معنا بعد الفاصل، ستسمعون الإجابة من الشيخ حسن سلمان إن شاء الله.
دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. يقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. منهن من لجأ إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه الوحي لأول مرة قائلا: زملوني زملوني. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لما أن كانا مهاجرين. ومنهن من لما النبي صلى الله عليه وسلم صحيفة كسرتها في حضرته وهو يقول: غارت أمكم غارت أمكم. ومنهن من لقبت بذات النطاقين لما أعانت به النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يوم أن كانا مهاجرين. ومنهن من أزالت سل الجزور عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ألقاه المشركين عليه وهو ساجد يصلي لربه. ومنهن من كانت ذات شأن عظيم فهي أخت لأم حبيبة زوجة النبي الكريم. ومنهن من أنشدت شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم فاستحسنها وقال: هي يا فلانة. ومنهن من قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. كلهن صحابيات جليلات، لنتزود وإياكم من سيرتهم العطرة عبر المسابقة الرمضانية الكبرى صحابيات، والذي يعود إليكم بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في شهر رمضان المبارك من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة. فنسعد بتواصلكم ونشرف بسماع أصواتكم، فكونوا على الموعد. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأكارم،
طرحنا سؤالا على شيخنا الشيخ حسن سلمان حفظه الله بشأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ما معنى هذا الحديث؟ فإلى شيخنا. تفضل يا شيخ. بالنسبة لمسألة الخيرية، على كل هي خيرية عامة، هي خيرية عامة، فإن التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم خير، أن يكون الإنسان متبعا لهديه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث كأنما يتضمن بأن يأتي على الناس زمان أو تأتي بعض الفئات، وللأسف نلاحظها الآن، يعني بدأت ربما بعض المجموعات الآن تخرج على الناس للتشكيك في مسألة توقيت الصيام وكذا، ففيها دلالة على كل أولا بأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، هديه هو التعجيل، التأخير في السحور والتعجيل في الفطر، هذا هديه. ونحن دائما نقول فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أو هديه عليه الصلاة هو خير الهدى. وبالتالي فمن سلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نال الخيرية العامة بغض النظر عن حجم ما اتبعت فيه. أن تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاتباع هذا مقصد شرعي بغض النظر اتبعته في مسواك، اتبعته في سحور، اتبعته في الجهاد في سبيل الله. المهم القصد، جوهر المسألة هو أنك تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفكرة الأساسية، موضوع الخيرية. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لمن يعجل الفطر ويؤخر السحور، يشهد له بأنه على خير، في زاوية إيه؟ في زاوية ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تتضمن بطبيعة الحال هذه الخيرية أيضا حتى الخيرية على مستوى النفس. الإنسان الذي يتسحر خير في نفسه وفي صحته وفي بدنه من الذي لا يتسحر. هذا أيضا على مستوى لو نظرنا إليها كفائدة مباشرة في صحة الإنسان، فإن من يتسحر يستفيد في صحته، لن يكون جسمه متعبا، وينال بركة السحور، وخصوصا إذا قصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بلازم بعض الناس يقول لك أنا شبعان، وهذه بتحصل لنا أحيانا مع أولادنا، يقول لهم يا أخي قوموا. فيومي واحد من الإخوة يقول، من أولادي يقول لي شبعان، قلت له من قال لك أصلا السحور للشبع؟ السحور للبركة، نتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نلازم عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة سبحان الله بركتها تلمسها ويلمسها كل من يتسحر. وبالتالي فيها الخيرية أيضا في زاوية الفائدة الجسمانية لمن يتسحر. فعلى كل، سواء قلنا بأن المقصود الملازمة العامة، وهذه بلا شك ظاهرة وذكرها كثير من شراح هذا الحديث بالتحديد، في أن المقصود منها ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأصل العظيم. وفيها أيضا جانب الخيرية الأخرى في صحة الإنسان، في أنه لا يضر نفسه في قضية لا تفيده كثيرا، أنه والله يقدم السحور أو يؤخر الإفطار، لا تفيده كثيرا في صحته ولا في دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل شيخ حسن، بارك الله فيك. إذن الخيرية في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فيها كثرة في العبادة أو كانت فيها قلة في العبادة. نعم. وهذا يجرنا إلى حديث الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. نعم صحيح. فقال أحدهم كذا، وقال أحدهم كذا، وقال أحدهم كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من رغب عن سنتي فليس مني. نعم. هذا الحديث حقيقة يعني نتمنى من فضيلتكم أن تعرجوا عليه لأنه مهم. سبحان الله، في ليالي مثل هذه كنا نحضر دروس الشيخ ابن عثيمين في السطوح بعد صلاة التراويح عليه رحمة الله. فكان من ضمن ما كان يشرح رحمة الله عليه يقول إن الذي يصلي سنة الفجر سريعا وينتهي منها أعظم أجرا من الذي يطيل في ركوعها وسجودها وفي قيامها. فكان يعني نستغرب، فيقول لأن هذا الذي أداها سريعا وافق السنة. موافقة السنة. نعم.
نعم. وهذا الذي يعني، فلو مثلا نعرج على هذا الحديث أولا شرحا نذكره بالتفصيل، ثم سنعرج على بعض السنن التي يعني قد يكون بعض الناس قد تركوها في هذه عليه الصلاة والسلام. أحسنت. على كل، في موضوع ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، بغض النظر بعد كده والله لازمته في الكبائر ولازم الصغائر، هذه قضية، لكن الأصل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن لا إله إلا الله حقيقة التوحيد، شهادة محمد رسول الله توحيد الاتباع، وهو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبوع الأوحد بالنسبة لك في كل شؤونك، في كل شؤونك الصغيرة منها والكبيرة. ولذلك هذا الحديث الذي ذكرته، يعني بعض الناس سبحان الله يعني يقول والله رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، نحن لا نقيس أنفسنا على رسول الله. بالضبط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. نعم. يعني لا تحاول أن تأتي بتصور يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت الخشوع والتعبد والتوكل والصيام والقيام فلن تسبق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال أما إني أصوم وأفطر. يا سلام. ردا على الذي قال أنا أصوم ولا أفطر. نعم. قال أنا أصوم وأفطر. إذن هذا هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أراد اتباعه فليلزم هديه بهذه الصورة كما تفضل. الثاني قال أما أنا أعتزل النساء ولا أتزوج. النبي قال لا، أنا أتزوج. يا سلام. وهذه طبعا قطع لدابر الرهبانية التي فيها اتباع للطرف الآخر اللي هي اتباع لأهل الكتاب. صحيح. ونحن جئنا بدين يوافق الفطرة. يوافق الفطرة. يا سلام. يعني ليس دينا روحانيا محضا وليس دينا ماديا محضا، هو دين جامع لتركيبة الإنسان. الإنسان عبارة عن جسد وروح، فتجد فيه احتياجات الجسد. أتزوج النساء. يا سلام. ولكن زواجه للنساء لا يشغله عن إيه؟ عن عبادة ربه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون كما قالت عائشة رضي الله عنها يكون في حاجة أهله، فإذا أذن المؤذن كأننا لا نعرفه ولا يعرفه. يا الله يا الله. لا تشغله قضية. فأنا أتزوج النساء. وأما الثالث قال أقوم ولا أنام. أيوة، قال أقوم ولا أنام. والنبي صلى الله عليه وسلم ينام ويصلي، يقوم وينام. فقال من رغب عن سنتي فليس مني، بمعنى أن كل قضية بان فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقصد الإنسان مخالفته عليه الصلاة والسلام لأي ذريعة من الذرائع، قصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متوعد بهذا الحديث الذي يقول من رغب عن سنتي. سبحان الله. أن رغب فيها القصد، إنه والله رغبة ومحاولة أنك تتلمس طريق أرشد وأهدى من طريقه عليه الصلاة والسلام. فمن رغب عن سنتي ليس مني. وهنا يحضرني حقيقة واحد أظنه عمرو بن العاص أو ابنه، كان يقول لمن حوله اصنعوا لنا طعاما، اصنعوا لنا السحور. قال راوي الحديث فنصنع الطعام، فلما يأتي السحور يقول عمرو بن العاص لا يأكل كثيرا، وصنع الطعام وجهزنا كل شيء يأخذ منه، فيقولون نراك تطالبنا بالسحور ولا نراك تأكل. فيقول أنا أصلا أفعله اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش أنا والله لا، أنا أقول شبعان وأكون، لكن مع شبعي لكن لا بد أن أقوم بإيه؟ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تحضر البركة ويحضر الاتباع ويحضر الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانوا ينظرون إلى مسألة اتباعه عليه الصلاة والسلام، حتى وأنت مش محتاج، لا، لكن افعل الأمر. ففي فعلك لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد إن شاء الله الخير الكثير. بارك الله فيك شيخنا. الشيخ أبو عبد الهادي، ثمة سنن في رمضان أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصلاة التراويح والفطر على رطب وتأخير السحور، وأيضا طريقة التناول الطعام نفسه. لو تحدثنا عن هذه الأمور بالتفصيل ومن حيث الجواز ومن حيث السنة، وأيهما أعظم أجرا وأيهما أعظم أجرا؟ بارك الله فيك. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مجالا للاجتهاد، أي أنه بين بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام كل السنن والواجبات التي تكون في هذا الشهر المبارك. والصحابة نقلوها، والصحابة رضي الله عنهم تأسوا
ونقلوا هذه السنن بحذافيرها يرحمكم الله. فبالتالي إذا أتينا إلى موضوع الإفطار يرحمك الله أو إلى السحور، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإفطار يكون على رطب. يا سلام. يعني الآن نحن عندنا التمور أنواع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذا النوع. جميل. يعني أن في اختياره حكمة، ربما نعرفها وربما لا نعرفها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال على رطب، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فحسى حسوات من ماء. فهذا الترتيب وهذا الهدي معناه أن وراءه حكم. فبالتالي إن تيسر أن يجد المؤمن الإفطار على رطب فليفعل. وبالتالي نحن أمام يعني منظومة إيمانية رصعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتبعها على أقل تقدير محبة له عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد. فبالتالي بعض الناس يقول لي أخي أنا ما أحب التمر ولا أحب الرطب، فيأتي ويشرب مباشرة أو يأكل مباشرة. أنا لا أقول أنك أنت ارتكبت محرما، ولكنك يعني خالفت السنة النبوية، والسنة يكفيك أن تأكل رطبة واحدة أو تمرا واحدا فقط. يا سلام. فإذا فعلت ذلك تأسيت بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك افعل ما تشاء. والأشنع من ذلك أن بعض الناس الذين ابتلاهم الله عز وجل بالتدخين مباشرة يفطر على سيجارة، وهذا من البلاء العظيم. على كل حال في هذا المقام نقول أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام الإفطار على رطب ثم على تمر ثم على ماء. أيضا في السحور النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا أيضا، قال نعم السحور المؤمن التمر. يا سلام. يعني الإنسان يعني خاصة الذين يقولون أنا شبعان وما شابه ذلك، أخذ لك تمرات مع لبن وما شاء الله تبارك الله. فبالتالي هذا أيضا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أيضا بالنسبة لتعجيل الفطر لو رجعنا، فيه مخالفة لقوم يدعون أنهم لا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم. هناك فئة في الأمة للأسف يقولون لا نفطر حتى نرى النجوم، أو من يريد الوصال. أيوة، فهؤلاء نخالفهم أيضا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لصلاة التراويح فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا القيام ب11 ركعة. يا سلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. فبالتالي الالتزام بهذه السنة هو الخير والفوز العظيم الذي ينبغي أن يتبعه المؤمن. ولكن لو أتينا من ناحية الجواز، هل يجوز الزيادة على ذلك؟ لا مانع من الزيادة، كما نص على ذلك أئمة العلم، قالوا لا بأس من الزيادة، مستندين على قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. فبالتالي يعني الزيادة على 11 ركعة لا بأس، ولكن الأولى والأفضل والأعظم والأبرك التأسي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. في عام 1412 تقريبا، ونحن طلاب في الجامعة الإسلامية، اختلفنا بين من يصلي في الحرم النبوي 23 ركعة مع المشايخ، وبين من يصلي خلف بعض الأئمة الذين يصلون على السنة 11 ركعة. فالشباب الذين رأوا قالوا هذا المسجد النبوي الصلاة فيه ب1000 صلاة، وبقية المساجد وإن أحيت السنة فلا تصل بركتها إلى هذا الحد. فذهبنا نحتكم إلى أحد مشايخنا في كلية الحديث جزاه الله خيرا، يعني الله يمسيه بالخير، كان اسمه الشيخ أنيس بن طاهر الأندنوسي، الله حفظه. نعم الرجل. اي والله. ولا يزال موجود ويدرس في الحرم النبوي جزاه الله خيرا. فقلنا له يا شيخ اختلفنا فما تقول؟ قال ما أقول. ماذا تظنون أن أقول؟
أجر السنة لا يعلمه إلا الله، أجر إحياء السنة لا يعلمه إلا الله. فالذين صلوا لإحياء السنة في المساجد الخارج لا شك عندي أنهم أعظم أجرا وأكثر ثوابا، وإن كان المسجد النبوي الصلاة فيه ليست مخالفة للسنة وجائز، ولكن إحياء السنة النبوية في ذلك هو الصواب. هذا أنا أقولها عن شيخ لأني أنا أحد السائلين وأحد المخالفين هذا وكنا نصلي عند الشيخ محمد صالح أبو زيد. اي والله نعم. في قباء. فسبحان الله اتباع السنة لا شك أنه عظيم جدا جدا جدا. طيب شيخ محمد، نواصل الحديث بشأن أهمية اتباع السنة، وأنت ذكرت لنا فيما يتعلق بصلاة التراويح، فيما يتعلق أيضا بالطعام والشراب. هل ثمة هناك أمور في السنة النبوية مثلا كقوله عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة لا ترد، وكقوله صلى الله عليه وسلم عند فطره أيضا؟ ثمة هناك أمور قد حتى نلم بالموضوع من كل جوانبه. أولا من الأشياء التي قد يغفل عنها بعض الناس ونبه عليها بعض العلماء والمشايخ أن الصائم دعوته لا ترد طالما هو صائم. يا سلام. من بعد صلاة الفجر إلى أن تغرب الشمس. الاعتقاد السائد أنه وقت إيش؟ وقت الإفطار. لا شك أن هذا الوقت أيضا وقت فاضل، ولكن طول هذا اليوم طالما الصائم يدعو الله جل وعلا أنه يستجاب له، أو أن وقته وقت مبارك ووقت استجابة. فبالتالي لا يذهب ذهننا أن الدعاء فقط وقت الإفطار، إنما هو سائر اليوم. صحيح. كيف نجمع بين تعجيل الفطر وبين الدعاء؟ وهذا هو الذي أحد الفضلاء جزاه الله خيرا يقول: وأنت تدعو قبل الإفطار وتلح بالدعاء، أذن المؤذن كل تمرة ثم واصل الدعاء. هكذا يقول. لا ينتهي الآن، انتهى وقت الدعاء، انتهى، والآن بقيت هذا يقصد منه هذا وقت الإفطار. وقت الإفطار يمتد والدعاء إلى بعد. الدعاء الموعود به أن يكون مستجاب هو حتى يفطر. حتى يفطر. لا، الحديث هكذا. لا. هو سبحان الله، أنا فترة كان يشكل علي وكنت في لخبطة، ما كان أمور واضحة بين للصائم فرحتان وموضوع الدعوة حتى يفطر. فللصائم فرحتان، فرحة عند فطره، لا، وفرح عند لقاء ربه. لكن موضوع الدعاء ارتبط حتى يفطر. فأنت تجتهد من اللحظة اللي تمسك فيها اللي هو الآذان إلى أن تفطر. هذا هو الصحيح. إلى أن تفطر. فإذا أفطرت إن شاء الله دخلت في الفرحة، وأدعو بعد ذلك ما في إشكال، باعتبار أصلا الفرصة متاحة يعني ما. لكن ستتفرق الآن لموضوع الإفطار والتقوي على نعم. صحيح. بلا شك. يا سلام. فعموما اتباع السنة يعني هو جمال هذا الدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا الجهد والاجتهاد الذي بذله منذ أن أوحى الله عز وجل إليه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يختزل أن يأتي الناس وكل يعني يمشي في هذا الدين على هواه. طيب. بل ينبغي أن يكون هوانا صحيح. تبعا لهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، الخطوة التي يخطوها هي وحي من الله جل وعلا. فبالتالي إذا نظرت في بعض المفردات في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تعجب كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤطر الصحابة على السنة أطرا. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي كان يعلمه فيه حديث ذكر النوم قبل النوم، فجاء في النهاية فقال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لما أتى حذيفة يكرر الدعاء في النهاية قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. قال: لا يا حذيفة، وبنبيك الذي أرسلت، قلها كما قلته أنا، لابد أن تقف. والصحابة رضي الله عنهم كان عندهم حرص فوق العادة. وبالتالي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى بعض الفضلاء
وبعض التابعين أتوا إليه فقالوا يا أبا عبد الرحمن انظر ماذا يحدث في مسجد الكوفة. فهرع ابن مسعود رضي الله عنه فدخل المسجد فإذا بحلق، وفي كل حلقة قائد يقودهم يسبحون جماعة وبحصى يرمونها يعدون، يقول لهم قائدهم سبحوا 100، يقولون سبحان الله سبحان الله وهكذا. فقال لهم أيها الناس أنتم أحد اثنين، إما أنكم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم على ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، إحنا نذكر الله. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. فإذا أردت أن تبلغ الخير، الخير كل الخير في اتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جميل. الشيخ حسن، نحن بطبيعة الحال في إريتريا شعبنا الإريتري المسلم العظيم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب اتباعه، ولا يعني يستقصد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا وجدنا آباءنا حقيقة، لا نشك في محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ثمة بدع وجدناها ورأيناها من آبائنا وأعمامنا وأجدادنا. هذه البدع برأيك كيف، من أين مصدرها؟ وهل هو لعدم انتشار السنة في ذلك الوقت، لغيابها، ما وجدت من يحمل همها ويدعو إليها، أو هو في مقابل الكفر، لأن اضطر آباؤنا لمهاجمة تيار التنصير في ذلك الوقت، كان لا بد لهم أن يقومون ببعض الأذكار، ببعض البدع، ببعض الأمور. يعني مثلا في صلاة التراويح تسمع ما بين الفواصل اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ومنها أيضا قولهم الله أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هكذا وجدناهم وسمعناهم. تعيش أنت جو حقيقة، لكن لما تعرف أن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام تصدم. هل الصحابة قصروا في نقل مثل هذا؟ هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وما وجدنا خبر؟ أم هو استحسان لمثل هذه الأمور؟ كيف جاءتنا هذه البدع؟ كذلك أيضا من أين توارث أجدادنا قراءة ياسين حتى أصبح يعني أهالينا على فريقين، فريق يقرأ سورة ياسين ويشدد، وفريق آخر يقول هذه مخالفة للسنة. يعني تاريخ هذه الأمور شيخ حسن من أين أتى؟ إليك الميكروفون. حقيقة بالنسبة لموضوع البدع، الجانب الأساسي فيها الجهل، عدم العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجانب الأساسي فيها عدم العلم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنصر أساسي. عدم العلم. نعم. لذلك تجد كثير منهم لو قلت له والله لم يثبت هذا وحدثته عن خلاص يرجع. يعود. صحيح. ولذلك سريع ما تجد معظم مجتمعنا ما شاء الله ينتقل بكل بساطة. لا تجده متعصب. فعلا شماغلة. أيوة. ومن السادة الذين كانوا في مقدمة هذه الأمور. نعم. لما وضحوا لهم الشباب أن هذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا. نعم. وتاب من الشماغلة أقول له. أحسنت. من الأئمة الذين كانوا فعلا صلوا تركوه. نعم. النقطة الثانية ستجد أن معظم هذه البدع التي نتكلم عنها هي ليست من البدع الأصلية، لكنها من البدع التي تسمى البدع الإضافية كما يسميها الإمام الشاطبي. يعني بمعنى الإضافية أن يكون لك أصل عام، تلقى الخطأ في التفاصيل. مثلا الأصل العام أن نذكر الله، الأصل العام أن ندعو الله، الأصل العام أن نقرأ القرآن. تأتي المشكلة هذا الأصل العام تطبقه في غير زمانه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده بغير القرآن، بل نهى أن يقرأ القرآن في الركوع والسجود. نعم. والقرآن فاضل
هل أحد يتكلم في أن القرآن جيد ومحبوب؟ لا أبدا. لكن لو قرأته في غير موضعه خالفت السنة. لا. هو الآن يستمسك بالأصل العام. عندك كلام في القرآن يقول لك هذا قرآن، عندك كلام في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أردت أن تقول له يا أخي لا أنا لا أجادلك فيه، لكن هذا الموطن مثلا بعد الصلاة ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو باستمرار للناس، نقلت إلينا صلواته وكذا، لكن ما ثبت أنه نقل إلينا مثلا المواقف اللي استسقى فيها وماذا فعل. معقول لا ينقل لنا 5 صلوات هل كان يدعو أم لا؟ هذه بعد كل صلاة هذه الإشكالية. يعني هو تجد مسكين يتشبث بالأصل العام ولا طيب شيخ حسن جميل ذكرنا شيخ أبو عبد الهادي مسألة الفاتحة. نعم. اليوم نجدها في تركيا بشكل كبير. وفي بلادنا أيضا موجودة الفاتحة. نعم سورة الفاتحة عظيمة. لكن هل لها أصل أن الناس الآن يقرؤونها في كل مكان في كل طريقة في كل كذا، حتى تجد هذا من بعض الفضلاء نعم. وبعض الدكاترة وطلبة العلم. هي على كل لم تثبت بهذه الصورة التي عليها هي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة الثالثة اللي كنت أريد أن أتكلم فيها. يعني تجد أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يحث على شيء معين في مكان معين في موطن معين، فيقوم واحد يعمم هذا الكلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أورد شيء في جزئية معينة أن هذا الذكر تقوله في المكان الفلاني، يروح واحد لا ينقله إلى التعميم. هذه أيضا تأتي من خلالها عملية البدع. في نقطة أيضا أخيرة أقدر أضيفها، لما كثر الجهل وانتشر الإسلام في العجم صار الأئمة والخطباء وكذا يعلنون الأذكار على سبيل التعلم في البدايات. هو يريد مثلا يقول لهم سبحان الله الحمد لله كذا، بحيث يفترض بعد التعليم تنتهي القضية. الجماعة مسكوا فيها واصلت. يعني هذه نجدها سبحان الله، خصوصا تجد مثلا الآن في بلاد العالم زي تركيا مثلا، تجد أن هم مساكين في جهل، ما في قراءة ما في كذا، بل فترة من الفترات حرم عليهم المصحف. الله مستعان. فصار الناس هؤلاء الذين يعرفون شيء من الدين يكررونه علنا، يقرؤونه علنا للناس، فانتقلت أيضا بدل أن كانت من أجل التعليم مرة أو مرتين صارت ملازمة. موضوع ياسين هذه النقطة الأخيرة، قضية ياسين وبعض القضايا الأخرى، تجد أنه والله هنالك بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يعلم الناس عن ضعفها فيظنونها صحيحة ويظنونها سنة فيلتزمونها. لا، طريقة القراءة يعني جماعتنا الله يجزاهم خير ويغفر لهم فيما أخطأوا ويثيبهم فيما أصابوا من حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يقرؤونها بطريقة إذا مات شخص 3 أيام، إذا اشترى بيتا نادى الشماغلة وقرأها عشان يباركوا بالبيت. إذا فتح هي الإشكال أيوة. كله أحاديث البركة بتاعت ياسين كلها. أيوة. ويظل هو بعد كده يفرق. هل فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا بيفعلها. وإذا ولدت الحرمة كمان في الأرض لا بيفعلها، لكن أنا أقول لك يعني هل فعلها يعني الآن مثلا لماذا لم يفعلها إذا كانت فيها بركة؟ مش هو أولى بالتطبيق صلى الله عليه وسلم؟ هذا المسكين وصله خبر لا يصح عن بركة ياسين أو عن تفضيل سورة من السور، فهو هذا الحديث اللي ما صحيح وقيل له فيه البركة ينقل البركة في كل مكان. على كل حال مشاهدي الأكارم، انتهى برنامج هذا اليوم ودخلنا في مسائل عويصة. أنا من هذا المنبر أترحم على أجدادنا وعلى أعمامنا الذين حقيقة جاهدوا في إثبات يعني الإسلام في إريتريا، وكنا وأبناءنا ونساءنا من ثمار هذا العمل، جزاهم الله خير. وفيما أصابوا نسأل الله أن يرفع درجاتهم في عليين، وفيما أخطأوا واتبعوا لبعض البدع نسأل الله تعالى أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم. كما نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعني يمن على إريتريا الاستقرار حتى يعود أهل الفضل والعلم فينشرون السنة النبوية في كل بلدان وفي كل مدن إريتريا. وحقيقة هناك يعني أمل كبير وهناك عاطفة دينية كبيرة في أن تنتشر السنة النبوية في ربوع إريتريا وفي قراها وفي مساجدها بلا شك ولا ريب، والفرج قريب إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كونوا دائما معنا في ليالي رمضان. هذا أخوكم برهان يحييكم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.